الناس اللي بتبقى عايزة تخس في أسرع وقت وأقل مجهود وتروح تجيب أنظمة من مكان سواء النت أو نظام ماشية عليه صاحبتها أو من أي مكان. ناخد بالنا يا جماعة إن النظام اللي ينفع معاك ما ينفعش مع غيرك. ناخد بالنا إن السن والوزن والنوع والمجهود اللي كل واحد بيبذله فينا مش زي بعض. الحالة المرضية سواء ضغط أو سكر أو قلب، أي مرض مناعي، كل حالة وليها نظام معين وطريقة أكل ورياضة معينة. ما ينفعش تبقى مريض كبد وتاخد نظام زي الإنسان السليم، أو مريض سكر وتاخد نظام تفرح إنه خسسك وفي الآخر تلاقي جالك هبوط لا قدر الله وتدخل في غيبوبة. أو تبقى مريض قلب ومرة واحدة تعمل رجيم ومجهود لا قدر الله. صدق إن أي مجهود زايد مرة واحدة ممكن يعمل عندك ضعف في عضلة القلب ولا قدر الله يؤدي الوفاة. مش عمال على بطال ناخد أدوية ووصفات من على النت، ولا خلطات جنزبيل ولا قرفة ولا ليمون. ارحموا المعدة شوية يا جماعة، نبطل نفتي كل شوية، بلاش فتي كمان مرة. الدايت مش حرمان ولا هو سباق داخلينه مين يخس أكتر. كل شخص ليه نظام معين، مش تجري على كل حاجة من غير ما تفهم. استشير الأول، ما تلخبطوش وتمشوا ورا دماغكم وترجعوا تتعبوا. واللي معدته واللي شعره بيقع واللي عنده صداع وتسألوا ايه السبب، انتوا اللي بتعملوه في نفسكم والله. وفي الآخر لازم تبقى عارف ان السمنة مرض العصر ولازم نعالجها صح. بس يا سيدي،